السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ وحشتوني يا جدعان. ايه يا جدعان؟ هنبتدي فاكرين السلسله اللي عملتها حكايه في امريكا؟ انا كنت وقفت شويه عنها، بس برضه لان كان في فيديوهات مهمه وكان في مشاغل وحوارات كتير، فبرضه انا ايه، حبيت ان انا ارجع لها واكمل الحكايات بحيث الناس تستفاد، وفي مشاكل وعقبات وكل الكلام ده بحيث الناس تتعلم. واحط لكم في اول تعليق في الفيديو لينك الفيديوهات اللي فاتت كلها، تقريبا هم كانوا 5 اجزاء، فدي بقى سلسله متواصله. خشوا شوفوها، واللي ما شافهاش يخش يشوفها ويحط لايك ويعمل شير، واللي حط لايك يحط لايك تاني، مفيش مشاكل يعني. بص، احنا وقفنا اخر مره عن ان انا كنت مستني الجرين كارد يجيلي، وكنت بشتغل اي شغلانه بقى كده وخلاص، بقى اي حاجه، لان انت وضع غير قانوني فلازم تشتغل اي حاجه. مفيش حد صاحب عمل او مكان هيرضى يشغلك وانت ما معكش اي اثبات ان انت وضع قانوني. فجالي في البريد ان الجرين كارد بتاعي وصل يعني في ظرف مقفول. فشفته، حصلت مشكله كبيره. المشكله ان الاسم كان غلط. ازاي بقى؟ لان في امريكا هنا في حاجه اسمها الفيرست نيم واللاست نيم. الفيرست نيم اللي هو اسمك الاولاني، اللاست نيم اللي هو الاسم التاني. مثلا اسمك احمد محمد، الفيرست نيم الاسم الاول احمد، اللاست نيم محمد. فاحنا عندنا في الدول العربيه مفيش عندنا اسم ثلاثي ورباعي، مفيش الكلام ده هنا، فدي مشكله كبيره. وانا اسمي وليد عبد اللطيف، عبد اللطيف اتنين يعني عبد اللطيف، فدي عملت مشكله. فهم كنسلوا الاسم التالت وبعتوا لي الاسم الرابع، يعني كاسمين. ماشي؟ يعني انت مثلا اسمك وليد عبد اللطيف، بعتوا لك وليد محمود، فطبعا شخص غيرك خالص. الباسبور بيمشي الباسبور المصري بيمشي على النظام العربي اللي هو الاسم 3 و4 و5 كمان. فلما جيت قلت ايه المشكله دي؟ في مشكله كبيره. طب قلت ممكن تعدي على صاحب شغل ولا حاجه. ففعلا جالي مطعم، قعدت ادور بقى في المطاعم ووجبات الجاهزه والحاجات دي. فجالي مطعم كنتاكي. كنتاكي كان الوجبات الجاهزه مشهور جدا في امريكا ومعروف في دولنا العربيه، ويعتبر لو هتبتدي جاي راجل مهاجر جديد فلازم تبتدي من مكان صغير بحيث انت تكبر تتعلم تاخد خبرة. والاماكن دي ما بتشترطش خبرة كتير، لان هم برضو عايزين ناس، لان مرتباتها بتبقى ضعيفة يعني، فعايزين ناس يعلموها ويستفادوا منها في نفس الوقت، بحيث اللي يتعلم ويبقى كويس يستمر، واللي ما اتعلمش خلاص مش هتفرق، لان انت هتاخد مرتب قليل، فمش هتفرق بقى معاك. وشغلها كتير الصراحة يعني، شغلها متعب يعني، بتشتغل كذا حاجة. لو اشتغل 7 ساعات تشتغل ال7 ساعات كلهم يعني. ودلوقتي في وقتنا الحاضر كنتاكي والوجبات الجاهزة وصل من 13 ل 12 ل 13 دولار في الساعة. الكلام ده في نيويورك. فرحت خدت الجرين كارد وخدت الباسبور المصري، كانش لسه عملت الجنسية الأمريكية. فرحت برضو على كنتاكي ده، بحيث ان هو لازم برضو يشيك ان اسمك في الجرين كارد ده اسمك في الباسبور. لو انت امريكي بتاخد الباسبور الامريكي بس، لان انت طبعا راجل معاك الجنسيه. فالراجل بص في الاسم وبص انا قلت ممكن تعدي، عارفين بقى فهلوه المصريين هنا، كنت لسه جاي جديد بقى، والفهلوه بقى ايه، عايزه تشتغل. فبص في الاسم وبص في الجرين كارد، الشكل واحد بس الاسم مختلف. فقال لي ويت، قال لي استنى شويه. فطبعا انا كنت مع مدير الفرع، مدير الفرع اللي كنت رايح اشتغل فيه. كنا قاعد في المكتب بتاعه. بيبقى فيه ابلكيشن، بتروح اي مطاعم دي بيبقى ابلكيشن استماره كده بتملاها، يقول لك مثلا تعالى بعد يومين بعد 3. انا لما رحت له بقى كان الكلام ده حصل. ف ساعات بيكتبوا هايرنج على كل باب، يعني هو ايه، مطلوب عماله يعني، خبره وبدون، على حسب ما هم عايزين. مطعم، كاشير، واحد يشيف، يقلي، اللي هو اغلب المطاعم دي بقى فراي، مثلا تقلي بطاطس، تقلي اللي هو الفراخ، وراك، صدور، رجلين، كل الكلام ده. فقال لي استنى، فاستنيت وجه. تقريبا هو راح عمل كلم تليفون وبتاع، قال لي لا، ما في مشكله عندك في الاسم مختلف، ولو انت عايز تستمر لازم تجيب لي، لو عايز تشتغل يعني لازم تجيب اثبات ان الاسم ده هو ده. فانا كده قلت ايه يا جدعان، ده كده الدنيا باظت. وعايز اقول بس في حته كويسه جدا هنا، في حكمه او مثل امريكا او انجليزي بيقول لك ايه، doesn't kill you make you strong.
يعني الحاجه اللي مش هتموتك لازم تقويك، ولازم تمر بعقبات. لو ما مرتش بعقبات وشفت المشاكل، بقول لك ايزي كام ايزي جو، يعني الحاجه السهله بتيجي، الحاجه السهله بتروح. فرحت خدت اتصلت بالجرين كارد. بيبقى موجود في كل مقاطعة في أمريكا، كل منطقة بيبقى متخصصة. لو أنت مثلا ساكن في حتة اسمها بروكلين، يبقى في مكان للناس اللي ساكنين في بروكلين. يبقى العملية كده يعني، اللي أقرب ليك بيقربوا للناس، مش ياخدك بقى يوديك في آخر الولاية. المهم عملت مقابلة ورحت. فالراجل عمل لي مشكلة كبيرة. قال لي في ايه اللي حصل، اللي هو في اللي هو اسمها USCIC، اللي هو مثلا ده اللي هو المخصص باصدار الجرين كارد. لما بتعمل البصمات بتروح تعملها هناك. فقال لي انت كنت موكل محامي. اتاري المحامي هو اللي عامل المشكله، وده اللي بقول عليه يا جماعه نقطه. لو المحامي، شوفوا المحامي، لان المحامين ساعات ما بيكتبوا اي حاجه. الاسم كان كاتبه غلط، مش غ... الاسم اللي كان في الاستماره اللي المفروض يتبعت يتعمل لي جرين كارد كان موجود مكتوب غلط. فدي عمل لي مشكله. فقال لي لا، لازم نتحرى عنك حاجه اسمها الكريمنال ريكورد. كريمنال ريكورد يعني صحيفه الحالات الجنائيه. قلت له انا لسه جاي، انا ماليش كام شهر، يعني شهرين ولا شهر ونص، فما فيش اي مشكله عندي، وانا كنت واثق من نفسي يعني ما فيش اي مشكله. فقال لي لا، احنا لازم نعمل عنك الكريمنال ريكورد، صحيفه الحاله الجنائيه، ولازم لازم نعمل البصمات تاني وكل الكلام ده. كانوا خايفين جدا. طبعا انت عارفين، انت مصري وعربي ومسلم، يبقى انت بقى ارهابي. لسه الصوره دي موجوده عند بعض الناس، اللي احنا كعرب ومسلمين بنحاول نغير الفكره دي، بس برضو ايه، مترسخه في ذهنهم. المهم ماشي، قلت يا ده تعطيل تاني بقى، مفيش بقى شغل قانوني بقى. ابتديت بقى ايه، اشتغل في يا جدعان. لازم الواحد يتعب، لو ما تعبتش مفيش حد يجي يقول لي انا اشتغل بقى في مصنع، اشتغل في مدير، ولا اشتغل مهندس، ولا اشتغل دكتور. مش هينفع الكلام ده، لازم تبتدي من الصفر. ففي شغلانه معروفه جدا، الناس اللي في امريكا عايشه في بيبقى الاسبان. انت عارفين المكسيك، اغلب في ناس كتير من المكسيك وضعهم غير قانوني. بيعملوا ايه، بيقفوا مثلا على نص الشوارع. عارفين في ناس بقى بياخدوهم، اللي عنده مثلا بياض يبيض، اللي عنده سور جنينه عايز يتركب، اللي عنده ورق الشجر لما الخريف بيبقى فيه تنظيف، زي اللي هو بينضفوا الجناين. فكل الكلام. فانا قلت اروح اجرب الموضوع ده. فالكلام ده هتعرفوه في الفيديو الجاي. ويا جدعان، عايز الدعم للقناه. احنا قربنا ونوصل وقربنا نظبط، بس انا المفروض ان انا اهتم شويه بالقناه، وانا عارف كده. واللي ما حطش لايك حط لايك. عارفك انت اللي ما تحطش لايك ليه كده. واشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.